هيئة الترفيه السعودي عايزة الماتشين بتوع الأهلي والزمالك في الدوري يتلعبوا في السعودية. شكلنا كده يا جماعة داخلين إن الماتشات خلاص بتاعت الأهلي والزمالك هتتلعب في السعودية على طول باستمرار. ده نظرا للشعبية الطاغية بتاعت الأهلي والزمالك وحضور الجماهيري الطاغي، يعني الجماهير بتملى الاستاد بصراحة، ما بنشوفهاش في ملاعب كتير. فهم شكلهم كده. هيئة الترفيه السعودي عايزين يعني ايه يعملوا عقد بين اتحاد الكورة والسعودية ان ماتشات القمة تتلعب على طول في السعودية عشان جذب الجماهير وعشان الرياضة وعشان نسبة المشاهدة العالية. طيب نظير كده ايه بقى؟ يعني هما دلوقتي هيلعبوا في السعودية، الأهلي هياخد حوالي مليون دولار والزمالك هياخد له مليون دولار في الماتشين. اتحاد الكورة هياخد له 2 مليون دولار، ده كله عشان يلعبوا الماتشين في السعودية. طيب والمصاريف بقى رايح جاي والإقامة وكل حاجة على برضه السعودية، على هيئة الترفيه السعودي. هي مش فارقة عادي، يعني النادي الأهلي أبدى موافقته، لكن الزمالك جماهير غضبانة من اللي حصل دوت ومش عايز الماتش يتلعب في السعودية تاني عشان اللي حصل في كاس مصر الأخير، والتحكيم ما كانش عادل، والتحيز لتركي الشيخ، لمستشار تركي الشيخ للأهلي، ومفيش عدالة، مفيش عدالة اتطبقت. فهم الزمالك غضبان ان الماتش يتلعب في السعودية، وده حقهم. وعلى فكرة الماتش دوت بتاع الزمالك، يعني الزمالك هو اللي يحدد الملعب، مش الاهلي اللي يحدد الملعب. فالزمالك هو صاحب الملعب، فهو المفروض الزمالك يقول هو هيلعب فين. انا من رأيي انا الماتش يعني مش فارقة يتلعب في السعودية يتلعب في مصر، مش فارقة، بس الافضل كان يتلعب في العاصمة الإدارية. الافضل ماتش زي دوت قمه كان يتلعب في الاستاد الجديد، الاستاد الجميل اللي اتلعب عليه الدوره بتاعت مصر، اللي هو كانت مصر وكرواتيا. كان يتلعب عليه ماتش الاهلي والزمالك، كانت هتبقى نقله تانية وحاجه جميله جدا، وفي ارضك وفي وسط جمهورك، ويتلعب بالساعه الكامله الجماهيريه. بس خلاص اتحاد الكوره قال لك لا، هيتلعب في السعوديه، وقدوا موافقه لهيئه الترفيه السعودي ان الماتش هيتلعب في السعوديه خلاص. فاحنا نتمنى التوفيق للكرة المصرية، ونتمنى ان الماتش يكون على اعلى مستوى، بس لازم يكون في تحكيم عادل، وما يكونش في تحيز لفرقة على حساب فرقة. لازم يكون في تحكيم عادل، وجيب تحكيم اجنبي على اعلى مستوى، ما تجيبش تحكيم اجنبي فيه شبهات. نتمنى التوفيق ان شاء الله للكرة المصرية، ونتمنى ان شاء الله ان القادم يكون افضل، و يعني نشوف كورة على اعلى مستوى، ونشوف اداء على اعلى مستوى يليق بالحدث الكبير دوت. ونتمنى التوفيق ان شاء الله.